كده الكرش اهي والفشه بعد ما استوت بقت تحفه، والصلصه بتاعتها طعمها تحفه، وانا مشطشطاها شويه. وادي الممبار بعد ما اتسلق بقى واتحمر بقى حكايه يا جماعه. جربوها والله العظيم، وجربوا التريكات اللي قلت لكم عليها، والف هنا وشفا والله. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير. بصوا يا جماعه، النهارده ما شاء الله عندنا المصريين العجالي. بصوا يا الله اكبر، مش محتاجه حاجه، بس بصوا احلى طريقه بقى. بصوا بالسكينه وتنزلوا عليها كده كده يا جماعه، الله اكبر عليها. انا دلوقتي بعمل المصارين دي، المصارين العجالي اللي هي العدله، مش اللي هي المصارين الجملي يا جماعه. بصوا هي مصارين عجالي صغيره رفيعه اهي، وعليها الليمون ونعناها وقلبتها، وزي ما قلت لكم بصوا كده هو بس بالسكينه، ولا تعملي ولا تدعكي ولا بميه ولا بليمون ولا كل الوساخه اللي فيها هتنزل، والله اكبر عليها. بصوا بوريكم بقى التخديعه بتاعتها، ولسه الكرشه والفشه بتاعتها هظبطها لكم اهي. بصوا يا جماعه، وادي الكرشه والفشه اهي. بصوا بقى الله اكبر، انا غسلاها وغليتها وكبيت ميتها، ولسه هغلي مره كمان وهكب ميتها. بصوا يا جماعه، بصوا الفشه الله اكبر عليها، والكرشه بصوا بصوا الحلاوه الله اكبر. بصوا انا غسلاها غسيل حلو قوي ونظفاها، واعمل لكم لها احلى صلصه في الدنيا وتركه. يا جماعه دلوقتي يعني زي ما قلت لكم دي تخديعه المصارين. احنا حطينا الزيت زي ما قلت لكم قبل كده، التريكات اللي انا قلت لكم عليها. الزيت لازم يتقدح كويس جدا. اوعوا تنزلوا بالبصل ولا تنزلوا بالثوم زي ما بيقولوا لكم، تنزلوا بالطماطم. طماطم اللي انا مسبكاها وموريها لكم قبل كده. بصوا يا جماعه، الطشه ديت بتعمل ريح او تعمل طعم للصلصه زي ما انا قلت لكم قبل كده. صلصه المحشي صلصه الممبار هي نفس الصلصه. الخضار عندنا متخرط والبصل متقطع هنحطه عليها، ودي الصلصه اللي انا كنت مسبكاها ومعرفاكم يا جماعه عليها. بصوا ورد احمر الله اكبر عليها، تفاح جميله اهي. دي تخديعه الايه المصارين. مش شغاله ولا ايه؟ بصوا كده يا جماعه، التخديعه اهي اتسبكت خالص اهي وبقت تحفه. هنزل عليها بقى. بصوا انا زي ما انا قلت لكم البصل المبشور بعليه البهارات بتاعته اهي. اوعوا تحطوا البصل في الزيت خالص. بصوا كده هيبقى طعمه تحفه، وريحه البصل وريحه البهارات جميله. انت بقى حابه تحطي اي بهارات عندك زياده. انا بكتب الفلفل الاسمر والكمون وفرمه الحبهان واللورة مع الفلفل الاسمر والخضار. الرز كل ده بيتقلب مع بعضه يا جماعه. انا بقى طبعا عامله ما شاء الله كميه ممبار حلوه كده، فمزوده الخلطه بقى ومزوده الرز بقى ما شاء الله عليكم. سموا الله كده، بسم الله الله اكبر. وهنقعد بقى نحشي الخلطه تحفه عليها السكر بتاعها اللي انا قلت لكم عليها، وفرشه الزيت ديت الصلصه جميله. وهنقعد نحشي بقى ووريكم زي ما قلت لكم يا جماعه اهو. انا قطعت الكرشه والفشه حتت صغيره كده عشان تبقى سهله في الاكل، وغسلتها كويس ونضفتها وحكيتها، وحطيت في ورقه السلق اللي الميه دي هتتكب يا جماعه. حطيت عندكم قرفه ايدان اهي، وحطيت ورق لورا، وهحط حبهان، وهنزل بالكرشه دي كلها كده في الميه السخنه. الميه دي هتتغلي فيها كده وتطلع ريحه الزفره اللي فيها، وكل ده هيتغلي غلوه واحده كده، وهكبها وارجع اشمها. لو لقيتها محتاجه تتغير ميتها تاني هعمل نفس العمليه دي مره واثنين وثلاثه، ما تزهقيش لحد ما تحسي ان ريحه الكرشه معاكي حلوه وريحه الزفره راحت منها، وريحه الكرشه اللي هي بتجزع كده وبتضايق راحت. ابداوا بقى حطوا لها في الصلصه، وانا هوريكم الصلصه اللي هعملها جميله جدا وهتعجبكم، مش هتحسوا باي طعم فيها. كل ده هيتغلي كده مع بعضه يا جماعه، وهيطلع معاها ريحه الكرشه وهتبقى تحفه. وجربوا كده يا جماعه. انا حطيت البصلايه اهي، وعندي المبشره الجميله السحريه الجميله الصغيره دي بشرت عليها خطوط نزلت فيهم اهو عليها اهي. والكرشه بقى بصوا ما تستنوش البصله تتحمر. بصوا كده، بصوا كده، بصوا كده، بصوا البصله دي ما تستنوش البصله تتحمر. بصوا بقى، بصوا ما شاء الله كميه كرشه كده بكرشه حلوه كده. ما تستنوش البصله تتحمر زي ما قلت لكم. البصله لسه فيها سكه كده مع الثوم. والله يا جماعه الريحه روعه. وسيبوها بقى ايه مع نفسها كده شويه، وهنرش عليها الملح الكمون والفلفل الاسمر بتاعها، وهسيبها بقى. انا مش هحط الطماطم دلوقتي خالص خالص خالص. بصوا لسه كمان عندي كميه كبيره اهي بحطها اهي. هنقلب بقى، سيبوها تتشوح خالص لما تنشف، وكل السوائل دي تنشف. يعني فيها سوائل كتير انا مصفياها، بس عايزاها تتشوح كده في الزيت والثوم والبصله كده بالفلفل الاسمر والكمون. واحط عليها بقى الصلصه اللي انا مسبكاها اللي انا قايله لكم عليها اهي في الاكياس. الله اكبر عليها، الصلصه هي جميله. هحطها عليها بقى واوريها لكم. بصوا الاكياس اللي انا عاملاها جميله جميله يا لهوي يا ولاد، والله العظيم ثلاثه لو قربتها ما تسلوها.
بصوا كده يا جماعه، ده احنا خلصنا عصير الكرشه. خلصنا حشو الممبار اهو. زي ما قلت لكم حطيت لكم الصلصه والحاجه على بعضها وحشيناه اهو ما شاء الله عليه. بصوا حشيت بقى وسقطت شويه اهو في الصلصه بتاعتها. الصلصه بتاعتها دي عباره عن ايه يا جماعه؟ حطيت الميه، فلفل اسمر، ورق لوري، حبهان برده اهو، وبصلايه بس. وسقطت كل الممبار اللي عندي اهو ما شاء الله. يغلي بقى ويستوي كده واطلعه وهوريلكم بعد ما يطلع. الله اكبر عليه. ومسحاه من الرز، مش مخليه فيه رزايه. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو. بص مفيش رزايه الممبار من بره عشان الميه ما تبقاش تخينه ومن العجين كده الرز يلزق فيها كده ويبقى شكلها مش ظريف. لا بصوا الله اكبر، انا عامله كميه حلوه كده. صلوا على النبي كده يا جماعه. وادي على البوتاجاز بقى بصوا الله اكبر الكرشه. بصوا الكرشه سقطتها بقى على سقطت عليها الطماطم. بصوا الله اكبر عليها، بدات تخش اهي في السوا. واخلص بقى ساعه التقديم هوريكم بقى كده. خلاص بقى. وما تنسونوش يا حبايبي باللايك والشير مع اكله الممبار والكرشه الجميله ديت بتاعت العيد. وكل سنه وانتم طيبين. خلصنا حشو الممبار اهو. زي ما قلت لكم حطيت لكم الصلصه والحاجه على بعضها وحشيناه اهو ما شاء الله عليه. بصوا حشيت بقى وسقطت شويه اهو في الصلصه بتاعتها. الصلصه بتاعتها دي عباره عن ايه يا جماعه؟ حطيت الميه، فلفل اسمر، ورق لوري، حبهان برده اهو، وبصلايه بس. وسقطت كل الممبار اللي عندي اهو ما شاء الله. يغلي بقى ويستوي كده واطلعه وهوريلكم بعد ما يطلع. الله اكبر عليه. ومسحاه من الرز، مش مخليه فيه رزايه. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو. بص مفيش رزايه الممبار من بره عشان الميه ما تبقاش تخينه ومن العجين كده الرز يلزق فيها كده ويبقى شكلها مش ظريف. لا بصوا الله اكبر، انا عامله كميه حلوه كده. صلوا على النبي كده يا جماعه. وادي على البوتاجاز بقى بصوا الله اكبر الكرشه. بصوا الكرشه سقطتها بقى على سقطت عليها الطماطم. بصوا كده الكرش اهي والفشه بعد ما استوت بقت تحفه. والصلصه بتاعتها طعمها تحفه وانا مشطشطاها شويه. وادي الممبار بعد ما اتسلق بقى واتحمر بقى حكايه يا جماعه. جربوها والله العظيم، وجربوا التركات اللي انا قلت لكم عليها، والف هنا وشفا والله. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير.